جيبي المول اللي عندك في الدار وروحي نديروا هاد الفلون اللي يترعد وحده مكمل قرايته بالمكسرات والكراميل وفي دقيقه ويخلص تالمون بنين. ونأكد لك الا جربتيه اكيد رايحه تعاود. بديت بالكراميل، درت السكر في الكاسرونه وذوبته على النار. ومن بعد جبت هاد المول اللي راهو داير حاله في الاسواق، كاين الصغار وكاين كيما هكذا الكبار. فرغت عليه الكراميل اللي كنت ذوبته وخليته حمر هكذا شويه باش ابخي يبان لي كينقلب الفلون ديالي. فرغوه في القاعده وعلى اطراف تاع المول، ومن بعد خلوه يبرد غير شويه باش يشد روحو، ومن بعد دوروه هكذا على المول باش تجيكم طبقه خشينه. ومن بعد حطيته يبرد ورحت وجدت الفلون ودرتو في الكاسرونه اللي زدت فيها الكراميل. درت 2 كيسان تاع حليب مع كاس تاع لا كريم فريش اللي راح تعطينا قوام كريمي هايل. زدت عليهم الفلون، خلطت مليح وديته فوق النار حتى غلالي الفلون ديالي، نحيته ودرت عليه المكسرات. تقدروا ديروا واش حبيتوا، انا درت نوازات مع اللوز وحمصتهم مليح باش يتلقوا لي البنه. ومن بعد فرغت الفلون ديالي في المول، وهذاك الكراميل كي خليناه برد ما راحش يتخلط مع الفلون. خلوه يبرد قبل في درجه حراره الغرفه، ومن بعد دوه للثلاجه. خلوه يبرد مليح كاش ساعه ولا زوج، ومن بعد اقلبوه وزينوه كيما حبيتو بالمكسرات وقدموه في السهره كامل رايح يعجبهم. من زينها وصفه اليوم، ان شاء الله تعجبكم. بسلامه.